هتبقى متسجله بس احنا لسه مش بنشرح، بس حاضر يعني. فالمنحه مناسبه للفئه اللي هي انتوا الناس اللي المنحه عايزاكوا او المنحه بتستهدفكوا اصلا. كويس. طب هنتعلم ايه في المنحه دي على مدار ال4 شهور؟ اول شهر اللي هيبدا ان شاء الله من المحاضره اللي جايه هناخد اصوات الحروف، هناخد ازاي بنعمل جمل بالانجلش، ازاي بنستخدم verb to be verb to do verb to have في السبيكينج. وانا على درايه او على يقين ان 99.9 منكم ما يعرفش يعمل الحاجات دي اصلا، ما يعرفش امتى بيحطوهم فين. حتى ضمائر اللي هم هي وشي وات احنا ما نعرفش احنا بنتكلمهم امتى، ولا بنحط يعني لما اجي اتكلم اقول اسمه ولا اقول هي، طب اقول هي وهو معايا ولا اقول هي وهو بره، طب اقول له يو ولا اقول له هي، طب اعملها ازاي. كل الحاجات دي حاجات بسيطه قوي صغننه قد كده، بس بتعطلني وانا بتكلم. لما اجي اتكلم انا مش عارفه اقولها، مش قادره اقولها، عندي مشكله فيها. هنتعلم ازاي نقدم نفسنا بشكل احترافي بجمل قويه، هنتعلم ازاي نتكلم عن الديلي روتين، ده اول شهر، اول 4 محاضرات. هنتعلم ازاي نتكلم عن الهاوس والتاون والسكول لو احنا لسه في المدرسه، ازاي نوصف مشاعرنا، ازاي نوصف اي حاجه حوالينا واي مكان احنا قاعدين فيه. هناخد ضمائر المفعول، هناخد ضمائر الملكيه. هنتعلم كل الاساسيات والمبادئ اللي تخليني ابقى بتكلم وانا تمام. التست بتاع اخر محاضره بتاع الليفل الاولاني اللي هو ليفل الاف بي في المنحه، هتلاقوا نفسكم كل واحد فيكم قاعد بيتكلم مثلا حوالي 10 دقائق لوحده، بيرغي في التست، بيقدم نفسه، بيتكلم عن ديلي روتين وعن الهاوس والتاون وشويه حاجات some topics other topics. الهوم ورك بتاعنا بيبقى مركز قوي على ان انا اديك فيديو او ملف صوتي تسمعه وتسجله وتعمل لي examples at first بالكلمات اللي بناخدها، وبعد كده بنعمل stories مش examples بقى، وهنبقى وصلنا للمرحله اللي هعرف اكتب بيها قصه لا تقلق. فده اول ليفل اللي هو اف بي. الليفل الثاني محدش يفتح المايك وانا بتكلم عشان كل الناس تبقى مركزه وسامعه. الليفل الثاني اللي هو ليفل 1، احنا كده معانا اف بي، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ليفل 1 هنلاقي نفسنا بنزود الحصيله اللغويه وبنعمل ريفيجن قوي على اللي احنا اخدناه قبل كده، وبناخد بقى التنسز، هناخد بريزنت سامبل وهناخد فيوتشر وهناخدهم بتفاصيلهم عشان نعرف نتكلم عنهم كويس. ومن اول ليفل 2 هنبتدي نعمل كونفرسيشن من ساعه لساعه ونص كل محاضره، وممكن نخلي الكونفرسيشن ساعتين. ممكن ادخل لكم محاضرات اسكيب المحتوى كله ونعمل كونفرسيشن بس احنا كتير يا مس شيري، ده انا شايف فيه قدامي 39 ومن شويه كان في حاجه و40. احنا في عندنا حاجه هنا اسمها بريك اوت رومز. يعني ايه بريك اوت رومز؟ يعني انا بقسم كل 2 يا اما كل 3 جوه اوضه روم، تبقوا كلكم جواها وتاخدوا توبيك تبتدوا تعملوا عليه كونفرسيشن، وانا بجوين مع كل جروب لمده 5 دقائق عشان اصلح ميستيكس. ممكن ادخل واخرج من الجروب وانتم مش عارفين وانا مش بتكلم، اخد ميستيكس واخرج عشان الناس تتجرأ وتبتدي تتكلم وتاخد وتدي. تست اخر كل ليفل بنفتح فيه الكاميرا عشان نكسر حاجز الخوف اللي عند الناس. التشات بوكس بنستخدمه في التدريب على الجمل طول الوقت، وانتوا قافلين المايكات تبقوا بتكرروا ورايا وبتتكلموا معايا. ممكن في اي وقت اقول يا فلان افتح المايك كلمني، يا فلان انا كنت بقول ايه. عارفين شغل ثانوي؟ انا كنت واقف فين دلوقتي؟ اخر جمله قلتها كانت ايه؟ اللي مش هيطلع مركز معايا هتبقى وعيته سوداء. فاحنا طول الوقت هنبقى بنتكلم وبنتفاعل وبناخد وبندي وبنعمل براكتس قوي جدا على كل حاجه. ما تقلقوش من قصه العدد دي خالص لان انا هظبطها، دي لعبتي. انا لو معايا 130 لو معايا 1000 حد في السيشن هشتغل وكل الناس تطلع مستفيده، وهتطلع مستفيده 100% كأن معايا فرد واحد بس. اوكي؟ فما تقلقوش من ده وهتشوفوا ده بنفسكم مع الوقت باذن الله. ليفل 2 ليفل 3 هنبتدي بقى نشتغل بشكل مختلف. هناخد جزء من موفي وهناخد منه امريكان اكسنت وهناخد عليه ووردز وهناخد جرامر رولز تنسز، وانا هحاول اشرح لكم اكبر قدر من التنسز من الازمنه ومن الجرامر خلال المنحه، بحيث ان انا اوزع على كل محاضره جزء معين. بعد ما نخلص المحاضره هبعت لكم اكسرسايز يتحل على كل بارت جرامر احنا محتاجينه، وكمان هنعمل براكتسنج على الكلمات اللي بناخدها على قاعده الجرامر اللي خدناها. فانا ابقى خارج مظبط الدنيا دي. طب انا باخد الجرامر ازاي؟ باخد الجرامر في التحدث. امتى بتكلم present simple؟ امتى بتكلم verb to do؟ امتى بتكلم verb to have؟ ازاي بنفي وازاي بثبت؟ امتى بعمل question؟ ايه الفرق ما بين اليس اور نو question والدبليو اتش question؟ هو بيقول لك عشان ده في دبليو اتش وده يس اور نو. لا يا حبيبي، الفرق في المعنى. امتى احتاج اروح لليس اور نو question وامتى احتاج اروح للدبليو اتش question. هتلاقي نفسك
ما بقتش محتاج تترجم، هناخد ستيبس. انا لو قلت لك اخر البلكونه بتاعتي طويله شويه، في اخر البلكونه اللي هناك دي في زرعه، امشي على البلاطه دي وبعدين البلاطه دي وبعدين البلاطه دي، هتوصل عند الزرعه. لو انا اديتك ستيبس مشيت عليها مستحيل تغرق، مستحيل ما تعرفش توصل، ايه لو انت اللي مش عايز توصل، اذا لو انت اللي منفض مريح دماغك. لكن لو انت دوست على الخطوه دي وبعدين دوست على الخطوه دي وبعدين دوست على الخطوه دي هتوصل. فكل ما تمشوا معايا على خطوات، تمشوا على الخطوات اللي انا بحددها لكم، كل ما هنوصل اسهل واسرع. الهوم ورك اهم من المحاضره. لو انا قفلت المحاضره، خصوصا احنا بنقعد اسبوع، لو انا خرجت من المحاضره ورميت الهوم ورك وعملته اخر يوم قبل المحاضره، الاستفاده اللي انا عاوزاها، اللي هي انا عايزه اطلع معاكم بالاستفاده 100%، لو مور ذان 100% اكتر من 100% يبقى هايل. طب ايه اللي يخليني اطلع باستفاده 100%؟ اني ابراكتس يوميا، الديلي براكتس. عايزه اقسم الهوم ورك بتاعي على الايام، مفيش مشكله. طب انا لو عايزه اعمل حاجه اكسترا، اتفرج كل يوم على انجلش موفي بانجلش سبتايتل. طب ليه انجلش موفي؟ ليه مش فيديوهات من على اليوتيوب؟ ليه مش مقاطع من على تيك توك؟ ليه مش اي حاجه تانية؟ لان انا عشان اتعلم لغه محتاجه اتعلم الثقافه، ومحتاجه اعرف الناس دي بتتكلم ازاي، وبيبقى افعالها شكلها ايه، وهم شكلهم ايه، وبيتعاملوا ازاي، عشان لما اجي اتعامل معاهم او اتعامل بلغتهم اتعامل صح. الكالتشر بتاعتهم مش موجوده غير في الافلام. اللي بيحب يعرف المصريين بيتفرج على افلام مصري، واللي يحب يعرف اي دوله يتفرج على افلامها. شكل الناس ولبسهم وطريقتهم وحياتهم وثقافتهم، وبيفهموا ايه وما بيفهموش ايه، ويعرفوا ايه وما يعرفوش ايه، ده كله بناخده من الموفيز. بلس ان اللغه المستخدمه واللي طول الوقت ابديتد بتبقى موجوده في الافلام اكتر من اي حاجه تانية. فانا لو اتفرجت كل يوم على انجلش موفي بانجلش سبتايتل، ما حدش يتفرج لي على افلام مترجمه عربي، حرام عليكم، الغوا الترجمه العربي. اتفرج منين؟ اتفرج على OSN، اتفرج على نتفليكس، وممكن كل 5 في الجروب يعملوا اكونت على حاجه منهم ويشير الباسورد مع بعض. فده اتس افيلبل، لموا بعض كده واعملوا شغل. ممكن تعملوا جروب واتساب جانبي تعملوا عليه براكتسنج سوا. ممكن في جروب الواتساب بتاعنا تدخلوا كل يوم تتفقوا على ساعه تعملوا فيها فويس نوتس لبعض بالانجلش وترغوا سوا. لو عايزين نشير معاكم كل يوم توبيك معين، من بعد ما نبدا بقى ان شاء الله نبتدي نوصل للمرحله دي، هشير معاكم توبيك معين تعملوا عليه كونفرسيشن، تاخدوا كل يوم منه سؤالين تجاوبوهم، اتس اوكي، هنعمل شغل حلو جدا. لكن اوفرول الهوم ورك والبراكتسنج لو مش يوميا هتبقى فيه مشكله. طب يوميا قد ايه؟ من نص ساعه، انا هسهلها عليك خالص، من اول 30 دقيقه لساعتين، كل واحد على حسب وقته. لو اديتني 30 دقيقه من يومك اضمن لك ان احنا هنوصل لمستوى حلو جدا 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 في اخر المنهج. الهوم ورك يتنفذ زي ما انا طلبته، اقول نسمع الفيديو ونكرر وراه، يبقى نسمع الفيديو ونكرر وراه لحد ما نبقى بنقول زي الفيديو بالظبط، ونسجله بصوتنا ونبعته على الواتساب. يعني كل الناس اللي معايا الجروب دي هتسمعني وانا بقول، هبعته على الخاص. لو انت بعته على الخاص واستنصحت انا هبعته على الجروب تاني واكتب اسمك تحتيه. منعا للاحراج عشان شكلكم ما يبقاش وحش، نبعت على الجروب. طب ما هو الناس هتسمع اخطائي، ما هم كلهم جايين وعندهم غلطات. كل الناس اللي داخله عشان تحضر الكورس ناس عندها مشاكل، مفيش حد منهم تنين مجنح، كله داخل عنده مشاكل وعايز يحلها، وكله داخل عشان يتعلم مني ومن كله، وانا كمان ساعات بتعلم منكم. فاحنا كلنا هنا داخلين لنفس الهدف. قصه انا عندي عقده كده، احنا خلصنا محتوى ال4 شهور، عندي عقده. العقده دي بتطلع منين؟ من حد احرجني، من موقف سيء اتحطيت فيه وانا صغير وانا كبير، في المدرسه، في الجامعه، في شغلي، من حد حط عليا قدام الناس حطه وحشه قوي وخلاني مش عارف اتكلم، من ناس حواليا كانت افضل مني حتى لو ما حدش احرجني، بس انا احساسي ان هم افضل خلاني بقيت ساكت ومكتوم وخايف ومش عايز حد يشوفني وانا بتكلم ولا يسمعني لحسن اعمل ميستيكس يضحكوا عليا. كل الكلام ده مش موجود هنا. البيئه هنا بيئه امنه تقدر فيها تتكلم وتغلط بمنتهى البساطه، والغلط اهم من الكورس تاني. يعني ايه؟ يعني انا لما بعمل ميستيك وبصلحه باخد خطوه لقدام. طب لو انا ما عملتش الميستيك، لو ما عملتش الغلطه، ما هي هتفضل غلطه، هتفضل متخزنه جوه، وهفضل خايف وهفضل قلقان. فكل ما تعملوا وانتوا معايا ميستيكس اكتر، كل ما تضمنوا ان انتوا تطلعوا لقدام اسرع، كل ما اللي انتوا بتعملوه يوصل لمرحله افضل في وقت قصير جدا. كل ما نعمل ميستيكس اقل ونبقى خايفين نتكلم وكاشين، كل ما البروجريسنج والبراكتسنج والديفلوبينج والتطور اللي انتوا عاوزين توصلوا له
من خلال المنحه ومن خلال الكورس كل ما هيبقى ابطا. كل ما تغلط اكتر كل ما تتعلم اكتر. كل ما تغلط اقل، ومش تغلط اقل يعني انت كويس ما عندكش ميستيكس، لا تخاف تتكلم. فقصه ان انا خايفه اتكلم، خايفه ارد، خايفه اطلع الجمله، ما تغلط. يعني انت لما تعمل ميستيك هيحصل لك ايه؟ اسنانك هتقع، لسانك هيتعوج، بياض الحيطه هينزل، ما كل حاجه هتفضل زي ما هي. يا عم ما تعمل ميستيك يا عم، ما دكاتره الجامعه بيعملوا ميستيكس وانا احيانا بعمل ميستيكس. انا ما شفتش انجلش انستراكتور ولا انجلش تيتشر في حياتي ولا دكتور جامعه ولا اي حد بيتكلم انجلش وما طلعش عليه غلطات. مش عشان انا جامده، عشان احنا عندنا حاجات اسمها تانج سلابس. يعني ايه تانج سلاب؟ زلة لسان. يعني هو بيتكلم نسي يحط اسم، وهو بيتكلم نسي يحط اي ان جي، وهو بيتكلم دخل مع لبس في تنس بدل تنس. بس ده ما بيحصلش طول السبيتشز، ممكن يحصل مره او مرتين خلال السبيتش كلها، لانه شاطر وعارف وفاهم. زي ما انت كده بالعربي تتوتر فتلاقي نفسك نفسك تقل، فتلاقي نفسك بالعربي مش عارف تتكلم. it happens in any language. مفيش حد على وجه الكره الارضيه ما بيغلطش. اذا كنا احنا بنعمل ميستيكس بنغلط مع ربنا، وربنا بيغفر لنا ويسامحنا ونستغفر ونتوب ونتعلم. مش تغلطوا بالانجليزي، ايه ده؟ قشطه تغلط، ايه الازمه يعني؟ ايه المشكله اللي هتحصل في الدنيا لما تعمل ميستيك؟ هتتعلم، تعمل ميستيك وتتعلم. فمحدش يتكسف ومحدش يخاف، اغلطوا على قد ما تقدروا زي ما انتوا عاوزين. نو بروبلم اند اتس اوكي. انا بكره الباعة الجائين دول ضد الاونلاين سيشنز. ممكن اقفل المايك، وعلى ما الراجل ده يخلص زعيم تحت ممكن تكتبوا لي في الشات بوكس الاسئله، اي حد عنده سؤال. خلاص اهو، اي حد عنده سؤال يكتبه لي في الشات بوكس. اي حد خطر على دماغه اي سؤال في الدنيا، ايا كان السؤال ده، حتى لو هو شايف انه سؤال تافه او سؤال هايف، ومحدش يتردد يسالني. حتى لو انت مفيش حاجه اسمها سؤال تافه الا لو انت راجل رخم، يعني شخص غدر داخل تضايقنا. ومفيش حد فيكم داخل يضايقنا. مفيش حاجه اسمها سؤال تافه، مفيش حاجه اسمها سؤال غبي. السؤال سؤال، معلومه انا مش عارفها فمحتاجه اعرفها. ايه الفرص اللي موجوده؟ يعني ايه السؤال؟ يعني ايه الفرص اللي موجوده بعد المنحه؟ فرص الشغل يعني. والله لو انت اشتغلت معايا على المنحه زي ما بيقول الكتاب وزي ما انا بقول لك وعملت كل اللي طلبته منك، اضمن لك ان انت بعد المنحه هتطلع مستواك حلو جدا، لو دخلت انترفيو هتعديه. على حسب الهدف اللي انت عايزاه يا امنيه. يعني في ناس اصلا ما بتكملش المنحه، يعني بياخد ليفل 1، ليفل الاف بي وليفل 1 وليفل 2، لقى نفسه جامد وبيتكلم ما بيكملش ولا حاجه، بيتقبل الموضوع خلص. فعلى حسب انا عاوز اوصل لايه. هنبقى اب تو بي 1، وفي ناس بتوصل تعدي البي 1، بتبقى بي 1 فعليا. الشغل بقى اليومي والبراكتسنج اليومي والليسننج اليومي والحاجات دي. معلش الشات بوكس ده فين؟ هتلاقي في يوزرز، مستخدمين، يمين او شمال. لقيتها يوزرز او مستخدمين لو انت بتستخدم برنامج عربي او انجلش. فوق يوزرز هتلاقي بابليك تشات او دردشه جماعيه. بابليك تشات او دردشه جماعيه، دوس عليها هيطلع لك الشات بوكس، عامل زي الشات بوكس بتاع الواتساب كده. لا الافلام بس، خليكوا في الافلام. انيميشن، ابداوا بالانيميشن. مفيش حاجه اسمها حفظ كلمات، محدش يحفظ الكلمات. احنا بناخد الكلمات ازاي؟ بفتح لكم باوربوينت برزنتيشن فيها صور، ما بترجمش كويس، وبشرحها لكم قدر المستطاع، بحطها في جمله وبخليكم تحطوها لي في جمل. دي افضل طريقه ممكن نعملها. طب انا عايزه ادور على الرسائل اللغويه اللي انا هاخدها منك في تو وايز. في ابلكيشن اسمه 4000 essential English words. 4000 essential English words هبعته لكم في الواتساب عشان يساعد في الكتابه. طبعا كله 4000 essential English words. احنا ممكن ننزله، نزل اول ليفل فيه بس، اول ليفل فيه من جوجل. ده هيديكوا كلمات، بياخد الكلمات يديكوا عليها definition المعنى، وبعدين يديكوا عليها example يحطها لكم في جمله، وبعدين بيلم لكم ال 20 كلمه اللي هو بيديها لكم وبيحطها لكم في ستوري. والكلام ده كله مسموع، يعني تقدروا تسمعوه وتقروه. حلو قوي يا عمر، جميل انك وصلت فيه للكتاب الثالث. هيساعدك جدا في انك تزود حصيله لغويه وبطريقه صحيحه.
الواجبات الاسبوعيه كفايه لو عملتها كويس، بس انا بقول للناس اللي عايزه تزود، انا هطلعك من المنحه مخلص A2 up to B1. طب انا عايزه اخلص B1، طب انا عايزه اتكلم افضل كتير، طب انا عايزه، كتبت اسمه على الجروب يا سما، كتبت اسمه على الجروب يا حبيبتي. طب انا عايزه ابقى اجمد، طب انا عايزه اعلي الحصيله اللغويه بتاعتي واعلي الليسننج واظبط نفسي اكتر من اللي انا ماشي فيه. اعمل ليسننج كل اتفرج على فيلمين 3 4، طول ما انت فاضي شغل جنبك افلام، وما تتفرجش وتمسك ورقه وقلم وتاخد كلمات جديده وتترجم والحاجات دي. قشطه، اتفرج فور فن، بس بشرط واحد، يبقى قدامي انجلش سبتايتل، محدش يتفرج بترجمه عربي، محدش يتفرج بترجمه عربي، محدش يتفرج بترجمه عربي ولا من غير ترجمه خالص، ما تستنصحش. ما انا لازم اللي سامعه ابقى شايفه، ابقى عارف هو بيقول ايه، عشان ودني تربط اللي انا بشوفه. فاهمين؟ الكلام يوصل لي اسرع. عشان يا هيام بتتفرجي على حاجات مش مناسبه ليكي. انا لما حد بحب الافلام الرومانسيه اجيب ضرب ليه؟ انا حد بحب الساينس فيكشن، انا شخصيا من الناس اللي بتحب قوي الساي فاي، اتفرج على ساينس فيكشن ببقى بتنطط من السعاده. فهاتي الحاجات، اعتقد اوف لاين، اعتقد يعني انا من الناس اللي بعشق الساي فاي وبحب قوي افنجرز والحاجات دي، بقعد قدام الفيلم ما اتحركش من قدام فاتفرج عليه. لا لا لا، عايزين نبدا بالانيميشن، ونختار في الانيميشن الافلام اللي احنا بنحبها. مش عايز تتفرج على انيميشن، اتفرجوا على افلام عاديه، بس تختار الافلام. نتفليكس لو دخلت عليه فوق هتلاقي فوق كلمه جانرا، هتدوس عليها هيطلع اتفرجي حتى لو مش فاهمه. طبعا ما انت في الاول مش تبقي فاهمه، في الاول مش هتبقي فاهمه، في الاول مش هتبقي فاهمه. مع الكورس هتلاقي ليفل الاستيعاب عندك والليسننج بيعلى. يعني بعد شهر من الكورس بدل ما انا كنت بفهم 10% هتلاقيني بفهم 25، الليفل اللي بعده بفهم 30 35. افلام الاطفال اسهل بالظبط كده. بعد الليفل لحد ما نوصل ل 50 60% من الفيلم الاقي نفسي قاعد فاهم الاحداث ولامم الكلمات، وكمان بقيت بلقط كلمات جديده وجمل جديده. وانا هعلمكم تعملوا كل الحاجات دي مع الوقت. اي حاجه هتلاقي نفسكم عطلانين فيها هتلاقوني بسهلها لكم من غير ما تسالوا، والله هتلاقوني بظبطها. فنعمل اشتراك OSN، اشتراك نتفليكس، دول الاثنين اللي فيهم افلام بانجلش سبتايتل. بقيه الابلكيشنز مش عارفه بصراحه. ما هو انا هبعت لك من على انهي ابلكيشن، ما هي دي الازمه. اختار افلام انيميشن يا يوسف، انيميشن يا يوسف، وانت صغنون يا يوسف هتحب الانيميشن ان شاء الله. وبعدين الانيميشن دلوقتي ما بقاش زي زمان، ما بقاش الاميره والوحش ده بقى وحش، بقى موضوع تاني خالص. انا بقيت بحب الانيميشن وبتفرج عليه، ما كنتش بتفرج على الانيميشن زمان، اتفرجت دلوقتي. فلا هتتبسطوا منهم. وبعدين ممكن نعمل حاجه جميله كمان واحنا بنبدا بالافلام، نبدا بالافلام اللي احنا اوريدي اتفرجنا عليها عربي. اتفرجنا على هرقل البطل هدو انجلش، اتفرجنا على موانا هدو انجلش، تانجل بتاع رابنزل هدو انجلش. فكل ما نتفرج على حاجه احنا عارفينها القصه مش تبقى صعبه قوي، فمش همل بسرعه. لا مش مجاني، بس الاشتراك بتاعه رخيص قوي، ب 140 جنيه باين او 130 جنيه في الشهر. فاحنا ممكن نعمل اشتراك انا واثنين صحابي، انا وثلاثه صحابي، كل واحد يدفع 50 جنيه، كل واحد يدفع 40 جنيه. فهو اشتراكه مش غالي، مش برقم كبير. الواجبات الاسبوعيه بتفرق حسب احتياجاتنا لحضرتك. طبعا طبعا لازم الواجب الاسبوعي يتعمل، لانه هيعمل فرق جامد. هو هيخليكوا تتدربوا على اللي احنا خدناه طول السيشن، ويخلي اللي احنا بناخده بنبراكتس عليه يثبت، ما يخرجش، ما يطلعش مننا. ف it's really important. مش عارفه اشغل الميكروفون، هتلاقي تحت جنب علامه الكاميرا علامه سماعه، جنب علامه الكاميرا يا سما هتلاقي علامه سماعه، دوسي عليها وقولي له ميكروفون، هيظهر لك علامه الميكروفون لونها احمر او عليها خط، دوسي عليها تاني المايك هيفتح. بس احنا مش محتاجين المايك دلوقتي، لانه ما دام انا بتكلم وانتوا سامعيني ومركزين معايا، مش عايزه صوت حد تاني يعمل لغوشه. فاهمين؟ في ناس بتكتب، احنا كده لسه الناس ما خلصتش كتابه. ما هو ممكن حضرتك تقول لنا نسمع فيلم او فيلمين كل اسبوع، السيشن اللي بعده نتسال فيه. لا احنا هنعمل ده هيام على مدار السيشن، في افلام معينه هنبتدي نتفرج عليها مع بعض. هناخد 20 دقيقه من فيلم معين من اول ليفل 2. فانا بقول للناس اللي عايزه تزود من النهارده، من دلوقتي، من بعد المحاضره اللي جايه، من بعد المحاضره اللي بعد اللي جايه، اتس اوكي. لكن ده هيبقى اجباري عليكم من اول ليفل 2، فما تستعجليش يا روحي، احنا كده كده جايين. رغده بتكتب حاجه؟ يلا يا رغده، يلا يا دودو يا حلوه.
ايش رايك في البودكاست؟ مش دلوقتي يا هناء، بودكاست مش دلوقتي. انا معلمه رياض اطفال ومحتاجاه على الانجليزي عشان الدراسه. مفيش مشكله، ايا كان الهدف اللي انت داخله عشانه تمام. البودكاست الحاجه اللي ما فيهاش ميزه فيها ان انا ما ببقاش شايفه اللي بيتكلم وبقرا الكلام اللي بيقوله. الافلام انا محتاجه ان احنا يا جماعه البودكاست كلام مرسل زي تيد كده. احنا في مرحله من المراحل اقول لكم وقفوا افلام، اتفرج على تيد توك. الناس اللي ما تعرفوش انا هعرفه لها بعد كده. تيد من اقوى الويب سايتس اللي فيها فيديوز، بس الفيديوز بتاعت تيد ما فيهاش مشاعر. اللغه محتاج فيها ان انا الم العقل والمشاعر عشان اعرف اتكلمها واستوعبها واخلي الناس تستوعبني. الحاجات دي موجوده في الافلام. نعم كلام الله يرضى عليك. كل مستوى بنخلصه في 4 محاضرات. فاحنا اف بي 4 محاضرات، ليفل 1 4 محاضرات، ليفل 2 4 محاضرات، ليفل 3 4 محاضرات. بالظبط كده. حتى لو مش فاهم الكلام اللي مكتوب بعد شويه هتلاقي نفسك فاهم. هنضغط على نفسنا سيكا الاول وبعد كده هنظبط الدنيا. I am so sorry. فكره الواجب ان احنا نتدرب على اللي خدناه. فاحنا مش هنعمل واجب النهارده، ما فيش النهارده هوم ورك، ما تقلقوش، احنا لسه ما خدناش حاجه، لسه ما بدأناش، هنبدا من المره اللي جايه ان شاء الله. بالظبط كده. ادخلوا على الجروب يا جماعه، حد يقول انا هعمل اشتراك نتفليكس، لمي 4 اعملوا الاشتراك مع بعض. طب 4 كمان لموا الاشتراك، لموا مع بعض واعملوا اشتراك مع بعض، وهكذا. اعملوا اشتراكات نتفليكس مع بعض والدنيا هتبقى جميله. ماشي يا محمود. كده احنا I'm sorry. كده احنا اوريدي خلصنا المحاضرات بتاعتنا. مفيش مشكله يا نيروز. المحاضرات بتاعتنا بتبقى مسجله، برفعها على اليوتيوب. الجزء ده اللي احنا خدناه دلوقتي وسجلناه، بما ان ما حدش فيه ظهر ولا اتكلم، الجزء ده هرفعه على اليوتيوب بابليك عشان الناس تبقى عارفه، بقيه الناس تبقى عارفه محتوى المنحه ايه. بس كده. من اول المحاضره اللي جايه المحاضرات هتترفع وهتبقى برايفت، حاجه اسمها انليستد. ما حدش يقدر يشوف المحاضره ولا يسمعها ولا يدخل ياكسس عليها غير ومعاه اللينك. مع اللينك بس. اي حد معاه لينك المحاضره فقط هو اللي يقدر يشوف المحاضره. طب ليه انا برفعها يوتيوب؟ عشان المحاضرات دي ما تضيعش. لان البرنامج انا بمسح من عليه المحاضرات، هو بيمسح بشكل تلقائي كل اول شهر. يعني النهارده واحد، كل المحاضرات اللي لحد يوم 31 امبارح اتمسحت من على الجروب، من على البرنامج بشكل تلقائي الصبح. فانا عشان اضمن ان المحاضرات دي تفضل معاكم مدى الحياه، تفضل اللينكات معاكم وتفضلوا بتتفرجوا عليها مدى الحياه، برفعها على اليوتيوب انليستد. وبتفضل اللينكات معاكم. بعد ما بنخلص ببعت لكم لينك البلاي ليست اللي فيه المحاضرات كلها. ادخلوا يا جماعه اتكلموا مع بعض. قناه اليوتيوب بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها شيري حسين سفيرة الانجليزي. تبقوا سفيرة الانجليزي في اي منصه هيطلع لكم الاكونت بتاعي. لا 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 انا فتحته. احنا فتحناه، احنا كنا قافلينه بس عشان الناس كلها تشوف التفاصيل، يعني تشوف اللي احنا بنكتبه. وقت ما يبقى في اناونسمنت مهم، في تغيير، في سيشن هتتكنسل لا قدر الله، في اي حاجه، لينك انتوا هتاخدوا لينك كل محاضره بعد المحاضره. لينك المحاضرات كلها بعد ما نخلص الاربع شهور هبعت لكم لينك البلاي ليست كامل بقى، بس ما حدش يوزعه. انا يعني احنا بالكتير 40 واحد في الجروب، انا بدخل الاقي المشاهدات على السيشنز 180 290. انا في منحه كنت شغالاها من سنتين، لما بدخل دلوقتي على اللينك بتاع المنحه ما شاء الله 2100. انا كان معايا في الجروب ده 30. انتوا متخيلين؟ لازم نشترك في القناه. لا قشطه، ما تشتركش، افتح دوس على اللينك بتاع المحاضره زي ما هيحصل كده النهارده. دوس على اللينك بتاع المحاضره هتلاقي نفسك دخلت وبتتفرج زي اي فيديو يوتيوب عادي. لكن ما حدش هيعرف يتفرج غير اللي معاه اللينك، ما عدا المحاضره دي بتاعت النهارده لان دي محاضره تعريفيه. خلاص كده. اي اسئله تانية نقدر نكتبها على الجروب. اشوفكم ان شاء الله في ميزان حسنات. يا ماشي يا محمود. انا مسامحه يعني، انا والله الناس اللي بعتت قبل كده، بس مش هسامحكم انتوا لو انتوا بعتوا اللينكات بقى. مش مطلوب اي حاجه، نتفرج على فيلم، اقعدوا اتفرجوا على افلام من دلوقتي لحد ساعتها.
لينك المحاضره دي اللي احنا مسجلينها دي، حابه دول ال 24 دقيقه حتى دلوقتي هبعته لكم بعد ما نخلص. بحبكم جدا في الله حقيقي. الطلبه بتوعي من اغلى الناس عليا، وبحب افيدهم وببقى فرحانه جدا لما بلاقيهم مبسوطين، عشان احنا لسه ما بدأناش. انتوا عندكم نية توزعوا اللينكات من قبل ما نبدأ؟ يا نهار اسود، ما علينا. المهم ان شاء الله افيدكم وتفيدوني على مدار المنحة. اعملوا كل المجهود اللي تقدروا عليه، واللي ما تقدروش عليه ابذلوا كل الوقت والطاقة اللي عندكم، عشان بجد والله النتيجة اللي هتشوفوها هتفرحكم وتفرحني معاكم. ربنا يبارك فيك يا مصطفى يا رب، ربنا يخليك يا رب. اشوفكم ان شاء الله على الف خير. هنبدا بدايه قويه، واوعدكم ان السيشن اللي جايه بعد ما نخلصها هتقولوا ايه ده يا شيخه كده يعني. هنلاقي الطف يا لهوي يا خرابي ايه اللي حصل. لا ما تقوليش كده، جايبه كتير بقى، احنا هنشوف الحاجات دي كتير المحاضره الجايه ان شاء الله، ولاقيكم بترقعوا بالصوت في الشات بوكس. باذن الله خير. هنبدا بدايه قويه جدا، وهتبقوا مبسوطين من اللي انتوا هتشوفوه باذن الله يا محمود. اشوفكم على خير. يلا جود باي. الجمعه الجايه 9 صباحا. مع الف سلامه.